عمرك كلت حبايه فشار عمرها اكتر من 5600 سنه؟ يعني 6000 الا شويه. يعني الحبايه اللي انت هتاكلها دي ممكن تكون شافت خوفه وهو بيبني الهرم. بس المشكله مش في عمرها من جوه اخوي، المشكله ان العلماء لما جربوا يسخنوا الحبايه دي بعد 5600 سنه لقوها لسه بتفرقع وصالحه للاكل. يعني انت ممكن تعمل منها فشار دلوقتي وتاكلها وانت بتتفرج على مسلسل ايش. كل اللي انا قلته لك ده بقى مش اشاعه على فيسبوك، دي حقيقه موثقه من علماء اثار في كهوف المكسيك، واللي لقوا كميات ضخمه جدا من حبات الفشار محطوطه في اواني فخاريه ضخمه في احد الكهوف اللي اسمه بيت كيف في نيو مكسيكو. الله عليك في المعلومات يا منجوجو يا جهبذ. بس ليه الحضارات القديمه كانت بتتعامل مع الفشار بطريقه مقدسه جدا؟ الفشار اللي انا بغرقه زيت وفانيليا حصل. حضارات المايا والازتك واللي كانت موجوده في امريكا الوسطى مش بيعتبروا الفشار اكله خفيفه او سناك زي ما احنا بنعمل معاه النهارده، كانوا بيعتبروا الفشار حاجه شبه مقدسه، كانوا بيسموه توتو بوكا، وعلى حسب لغتهم ترجمه الكلمه دي الصوت اللي بيعمله الفشار لما بيفرقع. وكانوا بيعملوا من الفشار تيجان للاعياد، كان عندهم رقصه اسمها رقصه الفشار، حاجه زي التعقيب عندنا دلوقتي، كانوا بيرقصوا الرقصات دي في الاحتفالات وطقوس المطر. طب تاخد الكبيره كريستوفر كولومبوس اللي انت كنت بتاخده في التاريخ بتاع ثانوي، لما وصل امريكا شاف المنظر ده وافتكر ان السكان الاصليين مجانين، قال لك انا كنت جاي اكتشف قاره جديده، لقيت ناس بترقص للفشار. والفشار ما وقفش عند الرقص، المفاجاه الحقيقيه كانت في القرن ال19 لما عجلتين وحبه ذره قلبوا امريكا كلها. بعد الاف السنين من قصه الفشار اخيرا نزل الشارع. كل ده بسبب واحد اسمه تشارلز كريتور، راجل بسيط جدا بس دماغه فيها بخار وافكار. كريتور هو اول واحد اخترع عربيه فشار متنقله، والعربيه دي كان فيها علبه معدن صغيره حط جواها الفشار يسخن يفرقع مع شويه فانيليا وود. ريحه الفشار كانت بتملى الشوارع والناس في شيكاغو كانت بتجري ورا العربيه. من اللحظه دي الفشار بدا ياخد مكانه في كل الشوارع، في المهرجانات، في الاسواق، وكانت اول مره الفشار يتحول من اكله مقدسه لسناك شعبي عادي بيقرب الناس من بعض. بس تخيل ان رغم كل الشعبيه دي كان في مكان بيكره الفشار جدا. تخيل ان في حد عنده مشاكل مع حبايه ذره. يا ترى ايه المكان ده منجوجو؟ السينما. فاهدى منجوجو بس ما تضحكش الناس عليه، مفيش حد ينفع يدخل سينما من غير ما يجيب واحد كراميل واحد جبنه. السينمات زمان كانت شايفه ان الفشار كارثه. السينما في العشرينات كانت معموله بس للناس الرايقه والراقيه، طرفات شيك، طاقيه استكه، قاعده هاديه كانك داخل ميتنج بالظبط. طب والفشار؟ الناس دي كانت بتعتبر الفشار هو اكله الرعاع. انا مش عارف انا جبت كلمه رعاع منين، بس هم كانوا بيعتبروه كده. قال لك الناس ما ينفعش تدخل السينما تقعد تقرمش في حاجه وهي بتتفرج على الفيلم، خاصه ان في الوقت ده الافلام كانت لسه صامته، ما ينفعش اكون انا قاعد بتفرج وسامع صوت فكانوا بيعاملوا السينمات معامله الاوبرا. بس في سنه 1927 كل حاجه اتقلبت، الافلام بقى فيها صوت، يعني صوت القرمشه مش هيكون مسموع. بدا الفشار يتسرسب واحده واحده، بس لسه ما خدش حريته ولا انطلق لحد سنه 1929 وقت الكساد العظيم. الدنيا باظت والناس فلست، بس لسه الناس عايزه تتبسط، والفشار كان اكتر حاجه ممكن تديك متعه من غير ما تدفع كتير. بس في مفاجاه انا لسه شايلها لك يا منجوه اخويا. فاكر الناس اللي كنت بقول لك بيحاربوا الفشار وبيقولوا ان هو ما ينفعش يدخل؟ دلوقتي بقى البريم. السينمات في الوقت ده بدات تلاحظ حاجه غريبه جدا، ان الناس بتشتري فشار بكميات كبيره، وده فتح عيونهم على منجم ده. اصحاب السينمات لقوا ان ارباح الفشار بتكسبهم في اسبوع اللي كانوا بيكسبوه في شهر، لدرجه ان الفشار بقى مصدر الدخل الاساسي للسينمات. يعني حرفيا الناس كانت بتروح تاكل فشار وتدخل سينما، مش تدخل سينما وتاكل فشار. وده حصل في الثلاثينات والاربعينات. بس كل اللي انا حكيته لك من بدايه الحدوته لحد دلوقتي حصل بره الدنيا. يا ترى الفشار كان عامل ازاي في مصر؟ الفشار عندنا ما كانش مجرد سناك عادي، كان حاجه مرتبطه بالمناسبات. يعني في اسبوع حماد لازم تلاقي كيس الفشار مع البونبوني الابيض اللي كان بيكسر السن. العيد لازم فشار، لما بتنزل الشارع تلعب كوره وتلاقي العربيه معديه لازم تاخد لك كيس فشار. بدا الفشار يتطور عندنا في مصر لحد ما دخل المولات والملاهي والسينمات. بس مع حبنا للفشار وانتشاره في اماكن مختلفه، ممكن اسالك ايه اغرب نكهات الفشار اللي كلتها في حياتك؟ اصل لو انت فاكر ان الفشار هو عباره عن فشار بالملح او الجبنه بس، انت فايتك كتير خالص. في انواع غريبه جدا من الفشار بتتباع على كوكب الارض، منها فشار بالكافيار، تشيز برجر، ونكهه الاعشاب البحريه اليابانيه. كل الانواع دي بتتباع وفي ناس بتحبها جدا. من كتر حب الناس للفشار في العالم، كوريا الجنوبيه عملوا مسرح اسمه مسرح الفشار او بوب كورن ثياتر، والدراسات اظهرت ان الناس بتروح المسرح ده عشان تاكل فشار مش عشان تتفرج على الفيلم او العرض. بس مع الحب الكبير ده تيجي اسالك سؤال وعايز اجابته بصراحه، هو الفشار صحي؟ لا منجوم ما تغمقهاش بقى، ما احنا بناكله ومبسوطين، مش عايزك تاني. هو الفشار في اساسه ممتاز، اكله خفيفه فيها الياف قليله السعرات، ما فيهاش جلوتين. المصيبه بقى من جوه اخويا في الحاجات اللي بتتحط عليه، النكهات، الزيوت الصناعيه، الزبده الصناعيه اللي شبه البلاستيك، بتحول الفشار البريء ده من اكله لطيفه لقنبله سعرات حراريه. لكن لو انت بتاكله زي ما ربنا خلقه من غير ما تتفزلك وتحط عليه حاجات، يبقى انت بتاكل سناك رايق وطيب وكيوت. اكتب لي بقى بصراحه في الكومنتات ايه اغرب طعم فشار جربته، وانت مع انهي فريق فيهم، فشار السينما ولا فشار العربيه ولا فشار ست الحبايب المقرمش اللذيذ. ما تنساش تشير الفيديو لعشاق البوب كورن اللي في حياتك، وعون الله استنى حلقه جديده من منجوجو عشان احكي لك الحكايه اللي ما حدش حكاها لك.